مساء الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض تخزين الباميه. طبعا ده الموسم بتاعها. يا ريت لو انتي من محبين الباميه تجيبي لك كام كيلو كده حلوين وتخزنيهم في الفريزر، هينفعوكي في الايام اللي جايه. وانتوا عارفين في رمضان كل سنه وانتم طيبين ما بتبقاش الباميه موجوده الا الباميه اللي هي التخزين، اللي هي الاكياس المخزنه. وانا بفضل ان احنا نعملها بنفسنا. بصوا حبايبي، دول كان جزء من اللي انا خزنتهم، يعني انا خزنت ودول حبة تاني. بصوا هتلاقوهم احجام مختلفة. معلش البامية دي ليها قصة، هبقى احكيها لكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. دي بص حبة كتير، يعني حبة على كبار قوي على الوسط، والكل حاجة ليها استخدامها. انا الكبيرة دي بحب اعمل منها البامية الويكة، تمام. والصغيرة دي انا بخزنها على اساس ان انا لو حبيت اعمل طاجن في الفرن بيبقى طعمها حلو جدا. لو انتي من محبين الباميه او انتي فرد واحد بس مع يعني انا مثلا في العيله عندي انا وبنتي اللي بنحبها، اطراف تانية في العيله مش بيحبوها. فلما تيجي تجيبي الباميه خزني على قد الوجبه، ما تاخديش الكيس تفككيه، ومش بالباميه بس، مع اي خضار انتي مخزناه. عارفه كميتك اللي هتاخديها تحطيها في الكيسه على قد الوجبه، بحيث ما تاخديش وتفككي وترجعي تحطي تاني في التجميد، لونه بيغير. بصوا هنا طريقه تقميع الباميه، واظن ان انتوا كلكم ما شاء الله شاطرين. بس لو عروسه زي القمر ما عندهاش فكره، الحته دي هتفيدها. تمام يا حبايبي. بصوا انا الكميه اللي انا جبتها دي انا مسكتها، عملتها بنفس طريقه التقميع، بس خدت الاحجام الواحده، حطيت ميه في الحله وحطيت عليها عصير ليمون. ما تحطيش اي حاجه خالص على فكره، ما فيش افتكاسات في التخزين. هنزل عليها وهسيبها يا دوبك تقوم الميه بيها، مش تغلي، تقوم الميه كده عليها، يعني غلوه واحده اروح طفي على طول، واروح واخداها مصفياها في مصفى وما تبردهاش. في ناس بتقولك حطي عليها حاجه ساقعه، ميه ساقعه، لا والله ابدا، سيبيها كده هتحتفظ بلونها، بس اعصري عليها ليمون. تمام، بس ما تعبيهاش في الاكياس الا لما تبرد. بصوا بقى حبايبي، دلوقتي انت عايزه تخزني، عشان تجيبي الاكياس اللي هي فيها الكليبس دي بقت غاليه جدا، فانا هقولك على طريقه سهله هتديكي نفس النتيجه وهتخزني بيها ومش بتسرب. انت هتمسكي الكيسه هتمسحي منها الهواء كده خالص بايديكي، وفي النهايه هتحطي سكينه وهتجيبي حرف ولاعه وتمشي على السكينه دي. بصي هتقفل اهي، وهتديكي اللحام ده نفس الاكياس اللي احنا كنا بنشتريها، وبقى سعرها مغالى قوي زي حاجات كتيره بقى مغالى فيها. هعيدلك تاني المنظر. اتبعي الطريقه دي في كل الحاجات اللي انت بتخزنيها، بس طلعي الهواء الاول من الكيسه. تمام. بصوا حبايبي، انا طلعت لي كام، حوالي 3 اكياس. دي الباميه اللي هي الحجم الواحد. الباميه التانية انا ما خزنتهاش لاني طبختها وعملتها ويكا، وهتشوفوها في الفيديو الجاي ان شاء الله. بصوا شكلها مشاهي وجميل جدا. ان شاء الله هنزل لكم بيها الفيديو الجاي وهتعجبكم وهتجربوها. واشوفكم في فيديو جديد. ما تنسيش الاشتراك، ما تنسيش تفعلي الجرس، وكوني اخت من اخواتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.